الله الرحمن الرحيم. اخباركم ايه في اول مباراه لينا بعد توقف وبعد وفاه نجم كبير زي محمد صبري؟ النهارده كانت مباراه تكريم النجم محمد صبري، والجمهور كله النهارده عمل لوحه فنيه كبيره لتكريم اللاعب الكبير محمد صبري. وكانت دي احسن حاجه في المباراه، اللي هي مباراه محمد صبري وليله تكريم محمد صبري، والجمهور اللي عمله النهارده تجاه لاعب كبير افنى تاريخه كله لنادي الزمالك. بس الشيء المؤسف النهارده في المباراه ان الزمالك مستواه وحش جدا جدا جدا، سواء فنيا او بدنيا. للاسف الزمالك ناقصه حاجات كتيره جدا جدا. للاسف الجمهور غضبان جدا من مستوى اللعيبه. الزمالك لازم مشاكله تتحل في اسرع وقت. الزمالك بيواجه مشكله كبيره جدا 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 حاليا، هي مشكله سحب ارض النادي من الزمالك، ارض اكتوبر. وكل المسؤولين وكل الجماهير وكل اللعيبه القدامى بيطالبوا بعوده ارض اكتوبر، لان ارض اكتوبر هي مثابه حل حلول كبيره جدا لنادي الزمالك، واللي احنا مش عارفين لغايه دلوقتي ايه سبب سحب الارض دي. فبنطالب كل المسؤولين وكل وسياده رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي بالاسراع في عوده ارض اكتوبر، لان احنا مش عارفين ايه سبب سحبها لغايه دلوقتي. فبنطالب بعوده ارض اكتوبر لحل مشاكل النادي، والزمالك يقدر يجيب لعيبه في يناير حتى عشان يقدر يمشي بالبطوله، لان بالمستوى اللي احنا شايفينه ده الزمالك مش هيقدر يكمل لنهايه البطوله سواء في الكونفدراليه او في الدوري او في الكاس. فبنتمنى في اسرع وقت ان ارض اكتوبر ترجع ويتم حل المشكله، ويتم باذن الله